الكاست الرسمي لفيلم افنجرز دومزداي اللي مارفل اعلنت عنه النهارده رسميا. كريس هيمثورث في دور ثور، فانيسا كيربي سوس تور، انتوني ماكي كابتن امريكا، سباستيان ستان باكي بارنز او وينتر سولجر لتيتا رايت بلاك بانثر او شوري، بول رود انت مان، وايت راسل يوس ايجنت، مش عارف ايه اقرا اسم الممثل بس اللي بيقوم بدور نيمور، ايبون موث ذا ثينج، سيميولو تشانج تشي، فلورانس بيو يلينا بيلوفا او بلاك ويدو الجديده كيسلي جرامر بدور ذا بيست وده لنفس الممثل القديم، لويس بولمان في دور سنتري، داني راميريز بدور فالكون او خواكين توريس، جوزيف كوين دور هيومن تورش، ديفيد هاربور ريد جارديان، ويستن ديوك في دور امباك، هانا جون كامن في دور جوست، توم هيدلستون في دور لوكي، باتريك ستيوارت في دور بروفيسور اكس او شارلز اكزيفير، ايام ماكلين في دور ماجنيتو، الاتنين عندهم 86 و 87 سنة، ألان كومينج في دور نايت كرولر، ريبيكا رومان في دور ميستيك، جيمس مارتن في دور سايكلوبس، شانينج تيتم في دور جامبت، بيدرو باسكال في دور مستر فانتاستيك، واخيرا روبرت داوني جونيور في دور دكتور دوم. هل دكتور دوم بس ولا ممكن كمان حاجة تانية؟ سوبيريور ايرون مان ممكن؟ هل معنى كده ان دي شخصيات بس اللي هتظهر في فيلم افنجرز دومزداي؟ لا، دي الشخصيات اللي تم الاعلان عنها رسميا. لسه عندنا اكتر من 25 ممثل ما تمش الاعلان عنهم، فاكيد هم مش هيحرقوا كل حاجه في الاعلان ده. تابع الفيديو اللي انا نزلته بخصوص الموضوع ده، وتابع كمان الفيديوهات اللي جايه لان احنا هنتكلم كتير قوي عن فيلم افنجرز دومزداي. فلو بتحب مارفل ما تنساش اللايك والفولو. لسه في اصداء اعلان مارفل لكاست فيلم افنجرز دومزداي، واكتر سؤال بتساله الفتره دي هو فين دكتور سترينج وهو فين سبايدر مان. فانا في الفيديو ده هحاول اجاوب على كل الاسئله اللي بتدور في اذهانكم عن الممثلين اللي مارفل ما اعلنتش عنهم. خليكم بس عارفين حاجه، ان مارفل اعلنت عن 26 ممثل، وقبل كده قالوا ان الفيلم فيه حوالي 50 او 60 ممثل، فهم اكيد مش هيحرقوا كل حاجه من الاعلان ده. في ممثلين هيتم الاعلان عنهم خلال الحملات الدعائيه اللي جايه زي كوميك كون مثلا، او خلال التريلرز او البوسترز بتاعت الفيلم، وفي ممثلين مش هيجيبوا سيره عنهم خالص وهنتفاجئ بوجودهم جوه احداث الفيلم. فانا في الفيديو ده همسك كل الشخصيات اللي ما جابوش سيره عنها خلال الاعلان الرسمي، واقول لك رايي انا هيظهروا ولا لا. ابتدي اول حاجه بسبايدر مان توم هولاند. انا بصراحه متوقع ان سبايدر مان توم هولاند مش هيظهر في فيلم افنجرز دومزداي. ليه؟ لان سبايدر مان عنده فيلم بعد دومزداي بشهر واحد بس، فانا متوقع ان هو مش هيظهر في دومزداي، ولو هيظهر في اخر الفيلم عشان يبنوه للفيلم بتاعه وعشان يخلوا الناس تخش الفيلم بتاعه. والفيلم بتاعه اصلا احنا عارفينه هيكمل قصه افنجرز دومزداي، وانا مجهز فيديو عن الفيلم بتاع سبايدر مان هتكلم فيه الفيلم هيتكلم عن ايه وكده. بعد كده عندنا الثلاثي بتاع سبايدر مان، اندرو جارفيلد وتوبي ماجواير وتوم هولاند. انا نفس الكلام برضو مش متوقع ان هم يظهروا، ولو هيظهروا في فيلم سبايدر مان 4. عندنا بعد كده هوك اي جيرمي رينر، انا متوقع ان هو هيظهر في الفيلم. عندنا بعد كده ايكو، بصراحه متوقع ان ايكو مش هتيجي تاني اصلا في عالم مارفل السينمائي، خلاص كده. بعد كده عندنا الايترنالز، انا نفسي اعرف ايه فايده الايترنالز اصلا، هم ليه جابوهم في العالم السينمائي بتاعنا؟ ما استفدناش اي حاجه من الفيلم بتاعهم غير موضوع الجزيره بتاعت سيليستيان ده والادمانتيوم وبتاع، فانا متوقع ان هم مش هيظهروا في الفيلم.
عندنا بعد كده برضو من حد من فيلم الإيترنالز شخصية بلاك نايت وشخصية بليد. شخصية بلاك نايت وشخصية بليد في الخطة الأولى كان متوقع ان هم يظهروا في فيلم الافنجرز اللي جاي، لكن بسبب ان فيلم بليد اتاخر وهم كانوا هيعملوا بعد فيلم بليد فيلم ميد نايت سانز، ودي تبقى فرقه تظهر مع بعض. فانا متوقع ان اللوكشه دي كلها اللي هو بليد وميد نايت سانز كلهم هيظهروا بعد سيكريت وورز، في الخطه اللي هتبقى بعد سيكريت وورز، فما اعتقدش ان هم هيظهروا. وده يقودنا للسؤال برضو اللي اتكرر كتير، هو فين مون نايت وفين سكارلت سكيرب؟ طبعا مون نايت هو الاهم، بس الاثنين مش هيظهروا لان دول كان مقدر ليهم ان هم يبقوا في الميد نايت سانز، وبرده نفس الكلام هم مش هيظهروا لان ميد نايت سانز اتاجل بعد كده. في برده شخصيه كان المفروض انها تظهر في الميد نايت سانز وهي شخصيه وور وولف باي نايت، ودي برده اتاجلت لبعد سيكريت وورز، ده من وجهه نظري. بعد كده عندنا نيك فيوري. سامويل جاكسون انا متوقع ان هو هيظهر، مفيش فيلم الافنجرز تقريبا هو ما ظهرش فيه، فطبعا انا متوقع ان نيك فيوري هيظهر. عندنا برضو شخصيات السكرولز كلها. شخصيات السكرولز انا متوقع انها ممكن تظهر وممكن لا، خصوصا ان جاب سيرتهم في مسلسل دير ديفل، فممكن وممكن، ولو ما كانش في دومز داي يبقى في سيكريت وورز. عندنا بعد كده دكتور سترينج. دكتور سترينج اخر حاجه احنا شفناها في البوست كريدت سين بتاع فيلم دكتور سترينج انت مالتي فيرس اوف مادنس، هو وكليا راحوا ينقذوا انكرجن. فهل دكتور سترينج هيظهر؟ انا متوقع ان هو مش هيظهر في دومز داي، خصوصا ان في احداث بتاعت فيلمه المفروض تحصل الاول قبل دومز داي، فاعتقد ان هو مش هيظهر في دومز داي. وبعد كده هنشوف فيلم دكتور سترينج اللي هو دكتور سترينج 3، هيبقى بيكمل قصه برضه دومز داي، نفس الموضوع بتاع سبايدر مان، وبعد كده يظهر في سيكريت وورز. فاعتقد ان هو مش هيظهر في دومز داي، انما هنشوفه في فيلم منفصل بعد دومز داي. عندنا بعد كده شخصيات الجارديانز اوف ذا جالاكسي الجديده كلها. مش عارف بصراحه هل هيبقى ليهم مكان ولا لا، بس لو هيظهروا في سيكريت وورز بصراحه. نص نص، مش متوقع ان هم يظهروا في دومز داي. عندنا بعد كده بيتر كويل اللي هو انفصل عن جارديانز اوف ذا جالاكسي وحاليا موجود في الارض. بيتر كويل ما توقعش برضو ان هو هيظهر، والله هو ممكن برضو وممكن لا، بما ان هو منفصل عن الجارديانز. بس انا متوقع ان هو هيظهر الاول في عمل في النص، حاجه كده برضو شبه سبايدر مان وشبه دكتور سترينج، والحاجه دي هجيب سيرتها دلوقتي. ديد بول وولفرين. متوقع لو وولفرين هيظهر، وده يعني انا حاسه هيظهر بنسبه كبيره، مش هيكونوا نفس وولفرين ده، هو هيكون هيو جاكمان بس مش نفس وولفرين ده، لان بما ان الفيلم بقى افنجرز فيرسس اكس مان وانا نزلت فيديو بخصوص الموضوع ده، اعتقد ان احنا هنشوف القتال المنتظر ما بين هالك وما بين وولفرين في الفيلم ده. ديدبول اعتقد هيظهر في سيكريت وورز، ما مش عارف، بس ممكن يظهروا بما ان الفيلم فيه اكس مان، ممكن يظهروا. عندنا بعد كده هالك وشي هالك. انا متوقع ان الاثنين دول يظهروا، متوقع ان الاثنين دول يظهروا في فيلم افنجرز دومز داي. عندنا بعد كده ريد هالك. ما اعتقدش ان ريد هالك هيظهر في دومز داي، بس ممكن يظهر في سيكريت وورز، الله اعلم. عندنا بعد كده الثلاث شخصيات بتوع ذا مارفلز. انا بقى متوقع ان الثلاثه دول يظهروا. ولو ميس مارفل مش هتظهر هيبقى الاثنين دول، مونيكا رامبو وكابتن مارفل. كابتن مارفل لازم تظهر لانها واحده من اهم الافنجرز الموجودين دلوقتي اصلا، ومونيكا رامبو دي سبب كل البلاوي اللي احنا فيها. البت دي هي اصلا سبب البلاوي اللي احنا كلنا فيها، وهي سبب الانكرجن وسبب التصادم اللي هيحصل ما بين كون الاكس مان وكون الافنجرز. وانا كنت منزل فيديو بخصوص الموضوع ده، خش شوفه هتلاقيه في البلاي ليست بتاعه الفيديو دي اللي هي الافنجرز فيرسس اكس مان، وهي دي سبب البلاوي كلها. فاكيد الاثنين دول هيظهروا اكيد. مس مارفل ممكن وممكن، نفس برضو الموضوع بتاع بيتر كويل هقول لكم لما يجي وقتها. نكمل على مونيكا رامبو. ماريا رامبو امها، طبعا ده اللي شفناه في البوست كريدت سين بتاع فيلم ذا مارفلز، وهي اكيد هتظهر، بس هتظهر المره دي از ميوتنت من كون الاكس مان. عندنا بعد كده انت مان اتاكد ظهوره وهم اعلنوا ظهوره، انما ذا واسب ما جابوش سيره عنها، فانا متوقع ان ذا واسب هتظهر برضو في الفيلم، ممكن دورها ما يكونش كبير بس اكيد هتظهر. عندنا بعد كده دون شيد الور ماشين. مش متوقع بصراحه ظهوره، بس ممكن يظهر في سيكريت وورز. دومز داي ما اعتقدش، ممكن برضو الله اعلم حتى لو بظهور صغير. عندنا بعد كده كريس ايفنز اللي ممكن يلعب 4 ادوار او 5 ادوار كمان، فانا متوقع ظهوره بس مش في دومز داي، متوقع ظهوره هيكون في سيكريت وورز بدور فاريانت بقى من كابتن امريكا، او دور هيومن تورش القديم، او دور كابتن هايدرا، او دور كابتن امريكا العجوز، بس هو وارد ان هو يظهر في فيلم من الاثنين دول. عندنا بعد كده واندا متوقع انها تظهر، بس هم اعتقد ان هم هيسيبوها وهيخلوها مفاجأة في الفيلم، ده توقعاتي.
انها تبقى مفاجاه في الفيلم، يعني مش هنعرف ان واندا هتظهر خالص في الفيلم غير جوه الفيلم. فواندا هتظهر لان احنا بما ان الفيلم اكس مان فهنشوف اكيد قتال ما بين واندا وما بين ماجنيتو او جين جراي، الله اعلم. اه تعالى بقى على الموضوع بتاع بيتر كويل اللي انا قلت لك هجيب سيرته. اليانج افنجرز، فيجن وبنت انت مان وميس مارفل وولاد واندا، وبعدين هايلي ستينفيلد اللي هي هوك اي الجديده، وبعدين الولد اللي ظهر في مسلسل اجاسا. دول متوقع ان هم مش هيظهروا في دومز داي، ممكن حد منهم يظهر، بس دول ليهم مسلسل اسمه تشامبيونز اللي هو اليانج افنجرز هينزل بعد دومز داي. فدول هيظهروا في سيكريت وورز، بس هيبقى فيهم كوبري في النص، زي نفس الكلام اللي قلته على سبايدر مان ونفس الكلام اللي قلته على دكتور سترينج. دول في كوبري في النص ما بين دومز داي وما بين سيكريت وورز، فهم مش هيظهروا في دومز داي، بس هيحصل احداث في النص في المسلسل بتاعهم ممكن تكون مربوطه بدومز داي، وبعدها يظهروا معانا في سيكريت وورز، ده توقعي. عندنا بعد كده بانشر. بانشر او الديفندرز كلهم، الديفندرز كلهم بشكل عام متوقع برضو ان هم مش هيظهروا في دومز داي، بس لو هيظهروا هيظهروا في سيكريت وورز. برضو نفس الكلام اللي انا قلته على اليانج افنجرز وعلى سبايدر مان وعلى دكتور سترينج، دول ليهم كوبري في النص. ايه الكوبري اللي في النص؟ حاجتين: دير ديفل سيزون 2 اللي هو المفروض هيجمع كل دول مع بعض. انا بقول لك كل دول هيتجمعوا مع بعض في دير ديفل سيزون 2 لمواجهه انتي فيجيلانتز تاسك فورس، الشرطه الجديده اللي عاملها كينج بين لمواجهه الفيجيلانتز في سيزون 2، وهيبقى معاهم سبايدر مان، ده توقعي. ثم هيتجمعوا كلهم في فيلم سبايدر مان 4 اللي هيكمل احداث دكتور دوم او دومز داي، وبعدها يظهروا معانا في فيلم سيكريت وورز، ده توقعي. بعدها هايلي اتويل بدور كابتن كارتر، متوقع انها ما تظهرش في دومز داي بس ممكن تظهر في سيكريت وورز، وبصراحه ما اتمناش انها تظهر يعني. عندنا بعد كده وانج وامريكا تشافيز. وانج وامريكا تشافيز انا متوقع ان الاثنين هيظهروا مليون في المية. وانج من اكتر الناس المهمة دلوقتي في الافنجرز، هو اصلا وانج هو يعتبر السورسر سوبريم او الساحر الاعلى، ويعتبر اكتر حد ليه كونكشن بالناس بتاعت الافنجرز. وامريكا تشافيز اللي هم قدموها اصلا لانها واحده بتتنقل عبر الاكوان المتوازيه، فاحنا فيلم اكوان متوازيه وانت قدمت شخصيه زي دي ومش هتظهر، اتوقع ان الاثنين هيظهروا طبعا. ووارد برضو ان البت امريكا تشافيز دي تظهر في فيلم او في مسلسل اليانج افنجرز اللي هو اسمه تشامبيونز. اوكوي، اوكوي من واكاندا. احنا عندنا شخصيتين هيظهروا من واكاندا او ثلاث شخصيات كمان. عندنا شوري اللي هي بلاك بانثر الجديده، وعندنا مباكو، وعندنا كمان نيمور. فاكيد اوكوي طالما واكاندا واضح ان ليها دور في الفيلم زي قصه سيكريت وورز في الكوميكس. وبالمناسبه دي انا هعمل لكم سلسله قريب جدا عن سيكريت وورز في الكوميكس، فانا هجيب لكم قصه سيكريت وورز من اولها لاخرها في فيديوهات منفصله ان شاء الله هتنزل قريب، بس هتنزل بعد السلسله بتاعت كيف تشاهد عالم مارفل السينمائي بالترتيب الصح اللي من وجهة نظري اللي جواه افلام الاكس مان والافلام كلها بتاعت عالم مارفل. فتابعني طبعا عشان تستنى، انا هظبطك الفترة اللي جاية يعني. فاوكوي انا متوقع انها تظهر بما ان واكاندا هيكون ليها دور في الفيلم ده. بعد كده عندنا لوكي وسيلفي والتي في اي بشكل عام. احنا عرفنا ان لوكي هيظهر في الفيلم، فاكيد التي في اي هيكون ليها دور، وسيلفي ممكن يكون ليها دور، ممكن سيلفي لا، بس اكيد التي في اي بشكل عام هيكون ليها دور في الفيلم ده، فانا متوقع ان هم هيظهروا. عندنا بعد كده وندر مان، شخصيه جديده لسه ما نعرفش عنها اي حاجه، بس الشخصيه دي ليها مسلسل في شهر 12. ففكر معايا كده، شخصيه ليها مسلسل في شهر 12. فهي في القصه القديمه بتاعت فيلم افنجرز كانج داينستي كان المفروض وندر مان هيبقى ليه دور، فهل لما غيروا الخطط وندر مان مش هيبقى ليه دور؟ الله اعلم، لان انا لسه ما اعرفش اي حاجه عن وندر مان. لسه لما نشوف المسلسل بتاعه يمكن في اخره يبين لنا حاجه عن ظهوره في فيلم افنجرز دوم ازاي او سيكريت وورز. وده برضه هياخدنا لشخصيه ايرون هارت اللي ظهرت معانا لاول مره في فيلم بلاك بانثر واكاندا فور ايفر اللي ليها مسلسل نازل شهر 7، فمش عارف هل ممكن يربطوها بواكاندا، الله اعلم. عندنا بعد كده شخصيه طلع عليها تسريبات كتير وانا متوقع ظهورها، انا دي ارمس، لسه ما مثلتش ولا مره في مارفل، هتقوم بدور شخصيه اسمها بلاك سوان من الكوميكس. وشخصيه بلاك سوان هي كانت نقطه الانطلاق او نقطه الشراره في قصه سيكريت وورز اصلا. فان شاء الله لما انزل لكم فيديوهات الكوميكس بتاعه سيكريت وورز هتعرف ان دور بلاك سوان ده دور مهم جدا. فاعتقد ان انا دي ارمس هتطلع في فيلم دومز داي، ولو مش في دومز داي ممكن تطلع في اول فيلم سيكريت وورز، وهنشوف. انا بحب الممثله دي جدا يعني. اهو دي شخصيه بلاك سوان اللي انا قلت لك عليها اللي كان ليها دور كبير جدا في الكوميكس في قصه سيكريت وورز. بعد كده عندنا جين جراي من الاكس مان القدام، وانا من رايي انها هتظهر بما ان هم اعلنوا عن الاكس مان القدام، فاعتقد ان الشخصيات اللي ما اعلنوش عنها من الاكس مان القدام هيظهروا. جين جراي
عندنا كمان هالي بيري دور ستورم. عندنا كمان روج. الشخصيات دي اعتقد انها هترجع تاني، بس هم ما رضوش ان هم يحرقوا، او هم لسه ما وصلوش لاتفاق مع الممثلين بتوعهم. عندنا بلاك ويدو او ناتاشا رومانوف او فاريانت منهم، لان اكيد احنا بتاعتنا ماتت، فواحده من دول فاريانت ممكن تظهر وممكن لا، او لو مش في دومز داي يبقى في سيكريت وورز. عندنا جوست رايدر نيكولاس كيدج، اعتقد ان هو هيظهر في سيكريت وورز ومش دومز داي. عندنا شخصيات الفانتاستيك فور القديمه، اعتقد برضو سيكريت وورز ومش دومز داي. عندنا بليد القديم اللي ظهر في ديدبول اند وولفرين، برضو نفس الكلام سيكريت وورز ومش دومز داي. عندنا شخصيات ايجنتس اوف شيلد، خصوصا ان الممثل اللي بيقوم بدور فيل كولسون اعلن زي تلميح كده ان هو راجع تاني، فوارد ان هو يظهر في دومز داي. وارد ان دول يظهروا في دومز داي او يظهروا في سيكريت وورز. عندنا بعد كده بقى حاجه مهمه جدا، الشخصيات بتاعت كانج اللي بنوا لها، ومره واحده احنا مش عارفين هنعمل معاهم ايه. الشخصيات دي المفروض اخر مشهد ليهم ان هم كانوا راجعين يحاربوا الافنجرز، ان هم المالتيفيرس ساح وبتاع، وقال لك احنا رايحين نحارب الافنجرز. هل من المنطقي ان احنا هنسيب قصه مفتوحه شبه دي وننط على دكتور دوم على طول من غير ما نجيب لها اي مبرر؟ انا من رايي مارفل مش هتعمل كده، مارفل عمرها ما هتعمل كده. انا رايي كانج هيظهر في الفيلم ولازم نجد له مبرر، لازم نجد له مبرر. ده رايي بصراحه. عندنا بعد كده شخصيه فاريانت من سانوس تحت اسم كينج سانوس، انا متوقع ظهوره، بس متوقع ظهوره في الباتل وورد او في سيكريت وورز مش في دومز داي. بس كده، اسف لو الفيديو طول. تابعني عشان نشوف فيديوهات كتير ونظريات كتير بخصوص فيلم افنجرز دومز داي وفيلم افنجرز سيكريت وورز. وزي ما قلت لك في فيديو هنزله قريب عن كيف تشاهد عالم مارفل السينمائي بالترتيب، وكمان هنتكلم عن قصه سيكريت وورز في الكوميكس. فلو بتحب مارفل ما تنساش اللايك والفولو. فاكبر اعلان لمارفل من فتره طويله جدا، وفي خلال بث مباشر امتد لفتره 6 ساعات، اعلنت مارفل اخيرا عن كاست فيلم افنجرز دومز داي، واعلنوا كمان عن بدايه التصوير رسميا. القنبله الاولى كانت عوده الممثل توم هيدلستون اللي بيقوم بدور لوكي، بعد ما فكرنا خلاص ان لوكي مش هيظهر تاني. القنبله الثانيه هي عوده كل الممثلين القدام اللي عملوا شخصيات الاكس مان قبل كده، بروفيسور اكس، ماجنيتو، نايت كرولر، ميستيك، جامبت، وذا بيست، بنفس الممثلين القدام. ده في ناس منهم وصلت 86 سنة و87 سنة. عندنا كمان شخصيات احنا نعرفها ومألوفة علينا، زي كابتن امريكا سام ويلسون، وخواكين توريس اللي هو بيقوم بدور فالكون، والممثل بول رود اللي بيقوم بدور انت مان، وشوري ومباكو من واكاندا، بالاضافة لشخصية الفيلن الرائع اللي عجبني جدا نيمور. فهل ده معناه ان احنا هنشوف الومناتي في كون 616؟ عندنا كمان عائلة الفانتاستيك فور كلهم بقيادة ريد ريتشارد اللي بيقوم بدوره بيدرو باسكال، ودول طبعا هينزل لهم فيلم في شهر 7، متوقع ان احداثه بتمهد مباشرة لاحداث فيلم افنجرز دومز داي. عندنا كمان فريق ثاندر بولز كله، وينتر سولجر، يلينا بيلوفا، ريد جارديان، جوست، ما عدا شخصية تاسك ماستر اللي هي متوقع كده انها تموت في الفيلم اللي جاي، لان فيلم ثاندر بولز هينزل في شهر 5، يعني قبل افنجرز دومز داي بسنة كاملة. وبالمناسبة انا عندي نظرية تخص الفيلم ده، والنظريه دي في اسم الفيلم هنزلها لكم في فيديو منفصل. طبعا كل دول قصاد البطل الرئيسي دكتور دوم اللي بيقوم بدوره روبرت داوني جونيور. هل الشخصيات اللي مارفل اعلنتها هي دي بس الشخصيات اللي هتظهر في الفيلم؟ بالتاكيد لا، لان اكيد مش هيحرقوا كل حاجه دلوقتي، ده لسه حتى تصوير الفيلم ما ابتداش. احنا لسه عندنا ما لا يقل عن 20 شخصيه رئيسيه ما اعلنوش عنها، والشخصيات دي هنبتدي نشوفها سواء بقى في الحملات الاعلانيه من البوسترات او التريلرز او حتى التسريبات من موقع التصوير. وكمان في شخصيات هتظهر في الفيلم احنا مش هنبقى عارفين خالص انها هتظهر لحد ما نتفرج على الفيلم نفسه في السينما، فهم مش هيحرقوا كل حاجه. الفكره ان اعلان مارفل ده طرح العديد من الاسئله والنظريات. هي فين باقي شخصيات الافنجرز اللي احنا نعرفها وليه خبتوها عننا؟ هل شخصيات الاكس مان الكتير دي بتنبئ ان ده فيلم افنجرز فيرسس اكس مان؟ طب لو كده هو ايه علاقه دكتور دوم بالاكس مان اصلا؟ اسئله كتير ونظريات كتير قوي هتخلينا نقعد السنه دي نحلل كل حاجه لحد ما الفيلم ينزل. شامم ريحه الوقت بتاع افنجرز انفينيتي وور واند جيم وسبايدر مان نو واي هوم، وبصراحه تجربه التحليل اللي بتبقى قبل الفيلم دي بتبقى ممتعه جدا. المهم قول لنا رايك وتوقعاتك وهبداتك، وتابعني عشان نحلل كل حاجه مع بعض. ولو بتحب مارفل ما تنساش اللايك والفولو. اعلان مارفل عن الممثلين اللي هيشاركوا في فيلم افنجرز دومز داي طرح العديد من الاسئله والنظريات، اهمها هو ايه اللي جاب شخصيات الاكس مان القديمه كلهم قصاد فيلم المفروض بطله دكتور دوم. اول نظريه انا متوقعها من رايي الشخصي ان دول الاكس مان اللي كانوا موجودين في البوست كريدت سين بتاع فيلم ذا مارفلز لما مونيكا رامبو راحت كونهم بالغلط، واعتقد ده سببه ان الكون بتاعهم قرب قوي من الكون بتاعنا اللي هو 616، يعني بمعنى اصح هيحصل تصادم او انكرجن ما بين الكونين دول في فيلم افنجرز دومز داي. وطبعا شخصيات كل كون هتحاول على قد ما تقدر انها تنقذ الكون بتاعها. اذا
فاحنا عندنا الكون بتاعنا اللي هو بقياده الافنجرز فيرسس الكون ده اللي هو بقياده الاكس مان. فاذا عندنا فيلم افنجرز فيرسس اكس مان. بس برضه حتى في النظريه بتاعتي انا مش فاهم ايه علاقه كل ده بدكتور دوم، غير اني متوقع ان كون دكتور دوم هو نفس الكون اللي هتدور فيه احداث فيلم فانتاستيك فور اللي جاي في شهر 7. طيب الكون التاني اللي هم هيتصادموا معاه ايه علاقته بالكون بتاع الاكس مان والكون بتاع 616؟ انا دماغي ساحت يا جماعه اقسم بالله. بس ده معناه ان انا متحمس فشخ. المهم قول لنا رايك وتوقعاتك في الكومنتات، ولو بتحب مارفل ما تنساش اللايك والفولو، وتابعني عشان هننزل نظريات كتير.